أنت وحدك صاحب الأمر وإليك المنتهى. معفي هو من عافيت والمبتلى هو من ابتليت. كل ملك سوى ملكك العظيم زائل، وكل فضل سوى فضلك الكريم منقطع. يا رب إن قست القلوب فلا تلين إلا بذكرك، وإن اشتد البلاء علينا فلا يرفع إلا بعفو، وإن كثر الخير علينا فهذا من محض فضل. فلا ملجأ منك إلا إليك. لا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيم، ولا تندم على الأيام فليس لها بديل. اجعل حياتك في طاعة الله تجد كل ما فيها جميل. وإذا ما ظلمت يوما فقل حسبي الله ونعم الوكيل. دع الأمور تجري في أعدتها، ولا تموتن إلا وأنت خالي المال. ما بين طرفة عين وغمضتها يغير الله من حال إلى حال. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من جئت إلى الحياة فرفعت قدر الحياة، يا من قلت في حديثك والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. يا سادة الأماني، ما زال العطاء موصول في ليلة الكريم الراحل الكريم. فقد عموم عائلات أبو سيف الأكاديم الأعلام، أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، مرحوم بإذن الله الأستاذ يسري محمد عبد الغفار سيف، شقيق الحاج أشرف محمد عبد الغفار سيف، والأستاذ حمادة والأستاذ هاني. فباسمهم وباسم معالي النائب المحترم صاحب الأدب والواجب معالي اللواء مجدي سيف، مستشاري يا سيف، رجل الأعمال هاني سيف، والحاج شريف أبو سيف، وكل من ينتمي إلى العائلة بنسب وصهر وصلة. يشكرون كل من أتى مواسيا ومؤديا لهم الواجب في ليلة التكريم مراحلهم الكريم التي حزنت الأرض على فراق روحه الطاهرة الزكية. صادت السماء بقدومها قائلة لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نحن في هذه الليلة التي تمام فقراتها تحت إشراف الحاج أحمد أبو منيا وأولاده صاحب كبرى مقادر الفراشة بمنية السباع مركز بنها اليومي. أيها السادة الأكارم، هيا بنا لتذبح الأرواح عالية في رحاب القرآن بصوت قارئ كريم والكرام وعلما ودوما من الأعلام، ابن بيت القرآن الذي تربى وتأدب على مائدة القرآن، القارئ ابن القارئ فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، فخر قراء محافظة المنوفية، تفرمية العبس مركز ومدينة وسط، الذي ندعوه إلى الارتقاء إلى منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة حضرة الحبيب محمد. العب براحتك. حبيبي الله.
نعم يا ابو صلاح يا لا اله الا الله. تسلم يا حاج. طب مش عارفين ايه رايك من حبايبك يا عم انت؟ انا كنت اطلع أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك
أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وما كان
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله سعيد الله سعيد واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا شكر الله سعيكم. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
تاريخ يا مولانا. صلى على حضرة النبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صلى على الحبيب. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا
بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قطعنا ذلكم العلم القرآن قرئ بمصر العالم الإسلامي فخر القراء محافظة الملوكية تفرمية العرسي مركز ومدينة كيوس بيت القرآن الذي تردى وتأدب على مائدة القرآن القارئ ابن القارئ فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام علم التلاوة الذي أمتعنا بصوته فريد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبد العزيز ساعتنا الخارجية والهندسة الصرفية قدرها بخازن الفراش صاحب الحج أحمد أبو منيا وأولاده وكل منية السباحة مرتبنها تقديم واجب الضيافة والتلبية المتميز دائما محمد منجي المقيم بأبو طوالة مركز منيا أسمعهم عائلات أبو سيف الأجانب الأعلام أصحاب الأدب والواجب في كل مكان. اسمع شقاء الراحل الكريم الأكارم قد أشرف محمد عبد الغفار سيف الأستاذ حمادة محمد عبد الغفار والأستاذ هاني محمد عبد الغفار سيف اسماعيلي النائب المحترم معالي اللواء مجهول بيت سيف معالي المستشار يحيى سيف رجل الأعمال هاني بيت سيف والحاج شريف أبو سيف كل من ينتمي إلى العائلة بنسب وصهر وصلة يشكرون كل من أتى مواسيا ومعديا لهم الواجب في ليلة التكريم الراحل الكريم المرحوم بإذن الله الحاج يسري محمد عبد الغفار أبو سيف قائلين لهم جميعا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشروعا وما نراه من توافد الأحبة في كل مكان لا يدل إلا على أنهم أصحاب أدب وواجب فلا يعرف الواجب للرجال إلا الرجال ولا يعرف الفضل لأهل الفضل